تم الإعلان الرسمي عن الآيفون الجديد اليومين اللي فاتوا دول، ألا وهو الآيفون 16 إي، وده التليفون اللي إحنا كنا اتكلمنا عن تسريباته الفترة اللي فاتت، وقلنا إن أبل هتنزل اليومين اللي جايين دول الSE الجديد، أو اللي إحنا كنا مفكرين إن هو يبقى SE 4، وللأسف هي دي الحاجة اللي طلعت فيها اختلاف. الحمد لله كانت نسبة التسريبات اللي معانا كانت بنسبة 95%. فيلا تعالى أكلمك على التليفون دوت في عجالة عشان ما أطولش عليك. يلا ندخل في إمكانيات التليفون. تعالى. تم الإعلان عن الآيفون الجديد خلاص، الآيفون 16 إي. وإيه اللي خلى أبل تسمي الموبايل ده بالذات بالآيفون 16 إي؟ ده بكل بساطة لأن أنت هيبقى معاك آيفون 16 حرفيًا، بس الشكل بتاعه مختلف والكاميرات فيها بعض الاختلافات، وده اللي أنا هاقوله لك في الفيديو بتاع النهارده، وهاقول لك هل فعلًا الموبايل ده يستحق الشراء، وهل فعلًا الموبايل ده هيكون طفرة من إنتاجات أبل في العصر الحديث. هو ده اللي أنت هتعرفه في الفيديو ده. بس خلّيني يا صديقي قبل ما أبدأ معاك الفيديو ده في رسالة عايز أوصّلها لبعض الناس. لمّا أقول لك إن عملاق الفئة المتوسطة العُليا أو عملاق الفئة المتوسطة وصل من شركة أبل، فأنت لازم تتقبّل إن هو عملاق وفعلًا فئة متوسطة، مع إن هو مثلًا ب$600. أنت لازم تتقبّل الموضوع ده يا حبيبي، لإن أبل بقت شركة luxury phone. يعني أبل بتخاطب الناس اللي معاها فلوس. أنا مش باسخر منك أو باسخر من أي حد والله، بس للأسف الشركة دي وصلت للحتّة دي. كون إن أنت تختلف معايا أو أنت معايا في الكلام، فدي حاجة تخُصّك أنت. بس هي الشركة دي معروفة إن هي luxury phone، أسعارها عالية جدًا بأرقام فلكية. فكون إن هي تنزّل لك تليفون بالنسبة لها هي، مش بالنسبة لي أنا ولا ليك، بالنسبة لها هي، إن ده موبايل فئة متوسطة، فيبقى ده خلاص فئة متوسطة. تتّفق معايا أو ما تتّفقش معايا، كل اللي بيني وبينك أدب واحترام. فتعالَ نخش في إمكانيات التليفون. مبدئيًا زي ما قُلت لك في التسريبات إن شاشة التليفون هتيجي AMOLED نفس الشاشة بتاعة الآيفون 14 العادي، وخلاص وداعًا للfinger print دلوقتي بقى معاك الFace ID. الشاشة بقت أقوى بنسبة 4 أضعاف من الSE 3 اللي فات، بسبب إن هي مزوّدين طبقة الحماية الceramic shield، ودي جامدة جدًا، بتستحمل صدمات إلى حدٍ ما وبتستحمل الأتربة. والشاشة قالوا إن هي أقوى بالضعف 8 مرات عن الآيفون 11. ركّز عشان أنت طول المؤتمر 16 دقيقة أو 15 دقيقة أبل كانت منزّلاها على اليوتيوب، قالت الضعف 4 مرات من الموديل اللي فات في الSE 3، وقالت إن هو الضعف 8 مرات بينها وبين بين الموبايل ده وبين الآيفون 11. قالتهم كتير. ففي رسالة أبل بتوصّلها لك، بتقول لك لو أنت مستخدم الأجهزة اللي سعرها هادي، فالجهاز ده ليك، خُده، انسى بقى الآيفون 11 وانسى العك ده كُلّه. دي الرسالة اللي أبل بتوصّلها لك. وعندنا بعد ما بنتكلم عن شاشات الموبايل دايمًا بنتكلم على الكاميرات، وهنا الموبايل ده جاي بكاميرا واحدة من الخلف بس. أبل بتقول لك إن الكاميرا اللي جاية في الخلف دي 2 في 1، لإن أنت عندك 2x في الoptical zoom، وعندك الكاميرا اللي هي الكاميرا الأساسية اللي ما حيلتكش غيرها 48 ميجا بكسل، نفس الكاميرا بالضبط اللي نازلة بالoptical zoom في الآيفون 16 العادي والآيفون 16 بلس. كاميرا أساسية 48 ميجا بكسل مع 2 في 1. دي ابتكارة جديدة من أبل. عندك البورتريه شارب جدًا، هيبقى جامد جدًا فوق ما أنت تتخيل، أكنك معاك الكاميرتين بتاع البورتريه. أبل بتوعدك إن أنت مش هتحس فرق خالص بين الكاميرا الواحدة أو الكاميرتين. وطبعًا بتصور 4K والإمكانيات اللي أنتم عارفينها في الكاميرا بتاعة الآيفون 16 العادي. الكاميرا الأمامية قالت لك أبل إن نفس الكاميرا الأمامية وسنسور الكاميرا الأمامية هو اللي جاي في الآيفون 16 والآيفون 16 البلس والبرو والبرو ماكس، يعني نفس الكاميرا الأمامية، ما فيش أي اختلاف خالص. تعالَ بقى أكلمك على البروسيسور، وهنا عندي ليك خبرين حلوين أوي. أول خبر إن البروسيسور اللي نازل في الموبايل ده صديقي هو البروسيسور البايونيك 18 اللي هي بايونيك 18 اللي نازل في الايفون 16، الايفون 16 والايفون 16 بلس. وده معناه من البروسيسور كده يا صديقي ان الموبايل هيدعم الابل انتليجنس، يعني الذكاء الاصطناعي الخاص بابل. كمان ابل زودت حاجه جديده من نوعها، ودي اول مره ابل تصنع اللي انا هقوله لك ده. نزلت شبايه جديده وسميتها سي 1، ودي مسؤوله عن شبكه ال 5G، واول مره ابل تصنع حاجه بعد البروسيسور كان هو الشيب ده اللي هو السي 1، عشان خاطر يقوي
شبكة ال5G، وبرضه ابل قالت ان هو هيكون اسرع في ال5G من موبايلات تانية عندها ب4 اضعاف. وبما ان الجهاز بيدعم الابل انتليجنس، هي ابل ما نزلتش زرار للكاميرا اللي هو الشاتر بوتون اللي عندنا في ال16 وال16 بلس، بس هي ما نسيتش الزرار بتاع الاكشن بوتون اللي في جنب الموبايل اللي مكان زرار السايلنت، وكمان قدرت تخصص لك الزرار ده ان انت تقدر من خلالك تخصص الزرار ده تخليه للفيجوال ابل انتليجنت، اللي هي تصور الحاجه وتظهر لك كل حاجه اللي انا قلتها لك قبل كده. جوجل لينس برقبه امه عشان انت تريح دماغك، فحاول ما تشغلش بالك بالزرار ده لان جوجل في حتة تانية خالص. نيجي لحتة البطارية، وهنا ابل اتكلمت عن موضوع البطارية ده واتكت عليه قوي، وقالت ان الموبايل ده هيبقى بطارية قوية جدا جدا جدا. مبدئيا عشان نبقى عارفين، زي كل فيديو لتليفون جديد في ابل بقول لك ابل ما بتصرحش البطارية بتاعتها كام امبير، ابل بتقيس البطاريات بتاعتها بعدد الساعات، ولما بتيجي تجرب بتجرب في الفيديوز، ولما بتيجي تجرب في الفيديوز مش بتجرب على الابليكيشنز بتاعت الفيديوز، يعني مش بتنزل اليوتيوب وتروح مشغله اليوتيوب، لا ده بتشتغل عن طريق برنامج سفاري بتاعها. هي قصه كبيره كده وحزينه. المهم عشان ما اطولش عليك يا صديقي، الجهاز ده بيشتغل فيديو متواصل، تتفرج على فيلم مثلا او افلام وفيديوهات 26 ساعه متواصل من 0 ل 100%، بس بيكون الجهاز طبعا جديد. لو عايز تجرب الحركه دي بيكون جديد مش نازل عليه اي ابلكيشن، افتح سفاري، افتح فيديوهات 26 ساعه من 0 ل 100%. الجهاز بيدعم الشاحن التايب سي الجديد، ودي برضو حاجه حلوه الحمد لله. انسى خلاص بقى اللايتنينج ده راح لحاله. ابل قالت ان الجهاز يدعم الوايرلس تشارج، وما اتكلمتش ان هو بيدعم الماك سيف ولا لا. وفي عجاله كده برضو اعرفك الفرق بين الماك سيف والفرق بين الوايرلس تشارج. ان انت لو كان معاك ايفون قديم شويه، يعني ايفون 11 ايفون اكس الكلام ده كله بيشحن وايرلس بس ما فيهوش الماك سيف، ما بيلزقش بالمغناطيك. فده اللي ابتدى ان هو يلزق بالمغناطيك من اول تقريبا الايفون 12 وانت طالع. فما قالتش ابل ان هو بيدعم الماك سيف، بس قالت ان هو بيدعم الوايرلس تشارج. ده هنعرفه لما الموبايل هينزل. الموبايل هينزل ب $600 اول فئه، ال 128. الموبايل هينزل امتى؟ لو الفيديو ده النهارده الجمعه نزل، فالموبايل الحجز بتاعه نزل النهارده تقدر تحجزه، اما المبيعات في السوق هيبقى يوم 28 اخر الشهر اللي انت فيه ده ان شاء الله. دي كل حاجه قدرت المها لك سريعا كده على ما الموبايل ينزل ونشتغل عليه ونشوف امكانياته، عشان الناس اللي بتزعل ان احنا ما بنمسكش تليفونات في ايدينا وما بنتكلمش عنها وهي في ايدينا. اتمنى ان انا اكون ما نسيتش حاجه ان انا اقولها لك. اول ما يكون الجهاز متوفر عندنا ان شاء الله اكيد هبلغك بفيديو ان هو بقى موجود في مصر، ولو عرفت اوفره لك اوفره لك. وده معناه ان انت لازم تتابع موبايل تيربو، عشان اول ما هينزل ان شاء الله هنعرضها على البيج دي. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعنا على الفيسبوك بيج احمد_تيربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك ان شاء الله. حابب تتابع الاسعار وحركه السوق هتلاقيها على موبايل تيربو، اتمنى ان انت تتابع الصفحه. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تيربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. مستني رسائلك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تيربو، سلام عليكم.